دلوقتي في نادي السعوديه في نادي القصيم في رياض الخبره. بقالي من 2008 وانا في السعوديه. بعد خلصت الجمارك مدرب اتنقلت على النادي المصري والمريخ، وبعد كده رحت السعوديه، مارست التدريب هناك في السعوديه درجه ثانيه ودرجه اولى شباب وناشئين. دي الأول مرة كابتن في تروح السعودية؟ لا، رحت السعوديه كتير. رحت ينبع، ورحت مع الكابتن محمود عبد الرحيم عند طريق الكابتن محمود عبد الرحيم في نادي الغزوه، وكنا عاملين موسم كويس. وبعد كده نادي غزوه بدر، وكملنا السنه دي. هو مشى وانا كملت، ورجعت السنه بعدها رجعت على حته تانية ينبع اللي هي نادي المجد، وبعد كده رحت على نادي القصيم في رياض الخبراء. هو كابتن حسام حسن ما شاء الله، ان شاء الله السنه دي باذن الله ربنا يوفقه، جايب لعيبه كويسه، والنادي ما بيوقفش على لعيب. يعني الناس اللي مشت وقعدت دوت في لعيبه كويسين واكفاء، لكن حسام عنده نظره كويسه وبيجيب لعيبه كويسه وبيصنع لعيبه كويسه. فباذن الله هيكون مشوارهم كويس في نادي في الدوري الافريقي باذن الله. وباذن الله السنه دي نبقى نفس الموسم اللي فات، بس حته بس الرهبه ودوت. وبالنسبه للاعب الملعب بيلعب على ملعبه، بتفرق اللاعب لما بيبقى لاعب في وسط جمهوره ووسط بلده، غير ما بيلعب بره. تكاليف ارهاق ومشقه بالنسبه لهم. لكن اللاعب لما بيتمرن في ملعبه بيحس بالامان، وباذن الله يرجعوا الملعب باذن الله، وربنا يكرمهم ويعملوا موسم كويس باذن الله. والله اتعرض عليا نادي، بس انا مرتبط بناس في السعوديه وناس هنا، ربنا يخلي الحبايب برضه. ناس كتير حبايبي كلمونا على النادي المصري قطاع الناشئين المصري، والكابتن محمود برضه كلمنا معاه، قلت له انا مرتبط بناس، وانت عارف حته السعوديين بيرتبطوا بناس بالكلام بالكلمه، مش وانا ما اقدرش اتخلى عن كلمتي. كابتن محمد قطب، بتمنى لك يا رب كل التوفيق إن شاء الله. متشكرين يا كابتن عمرو، واحنا سعداء باللقاء بتاع حضرتك. شكرا يا كابتن عمرو.